السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو ما ناقصكم حتى شي خير. المهم هنايا غادي نبداو الفيديو ديالنا على الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم هنايا بديتو معكم من الصباح بكري هنايا. المهم كنت عجنت الخبز وحيدت منه هنايا شويه ديال المليويات، بغيت على حسب باش نصيبهم هكايا. صافي هنايا من بعد ما خليتهم ما صورتش معكم اللقطه حيت كنت ما درتش في بالي انني نصور حتى الاخر. قلت مادام انني انا يعني غنطيب اللهم نصور شويه الفيديو. المهم هنايا حيت اليوم كان عامر عندي شويه بزاف، يعني مشارجي شويه. المهم هنايا من بعد ما العجينه ديالي قسمتها هنايا جيت باش نصيب الزبده هنايا. فانا هنايا كندير الزبده وكندير معاها شويه ديال السميده وخماره ديال الحلوى والنشا مايزينا. المهم هنايا كنصيبها كندير الزبده حتى كتذوب وصافي، ومن بعد كندير الزيت اللي باش غنسرح الملويات هكايا. المهم هنايا صافي بديت من بعد كتقرصوهم هكايا، كتخليوهم يرتاحوا شويه. صافي من بعد كتبداو تسرحوا فيهم كل سميتو هنايا كتبداو تسرحوا كل عجينه كتبداو تسرحوا يعني بوحدها. هنايا من بعد ما خليت العجينه راه يتحب لي واش ما صورتش هاد اللقطه ملي بديت دابا كندير المونتاج، ما رديتش البال بلي انا يعني في هاد اللقطه راه باقي ما قرصتهم. المهم هنايا كديروا على حسب نتوما شحال بغيتوا الكرات، واش بغيتوهم صغار ولا كبار. فكيف ما كتعرفوا ان دابا مع العطله يعني الوليدات ضروري يبرزطوك شويه، ما عندك فين تمشي، خاصك غتبقى مقابلهم وتسميتو يعني كتبرزط شويه مع الدراري. كتحاول انك تطيب لهم داكشي اللي بغاو، ماشي بحال ملي ما كيكونوش كتقدر تطيب داكشي اللي بغيتي. المهم هنايا من بعد ما سرحت الملويات كلهم صافي هنايا بديت باش نسرحهم هكايا وندير لهم ديك الزبده اللي قلت لكم هكايا. المهم هنايا كتبداو تجبدوا العجين ديالكم كيف ما قلت لكم. انا راه ما كنتش ناويه انني ندير المسمن. صافي قلت مادام يعني هكايا ما كاينش نصيبوا للدراري. بعض المرات كيقولوا لي هكايا بالعشيه ولا صيبي لينا مسمن مع الفرماج ولا، حيت الدراري عندي واحد كياكل الشوكولات وواحد كياكل الفرماج، الاخر اللي كياكل الشوكولات ما كياكلش الفرماج، هذاك اللي كياكل الفرماج ما كياكلش الشوكولات. فكل واحد كنديروا له الخاطر ديالي، ماشي بحال سميتو هكايا ملي كيكون المسمن اولا الملوي كتقدري انك تدهني ليهم غير هذوك المسمنات اولا ملويات هكاك. صافي يعني كتهنيه. صافي هنايا ملي كتسرحوها مزيان كتبداو تطويو. هانتوما راه باين وكل شيء واضح في الفيديو، راه ساهل. صافي كتساليو الطويان ديالكم صافي وكتبداو تجمعوه. هنايا كتسرحوا مزيان العجين. صافي كتبداو تجمعوه وبلا ما تضغطوا عليه، فرا كل شيء باين. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا راه غير كنجمع يعني ما كنضغط ما حتى حاجه. كتبداو تجمعوه كتسرحوا هكايا على حسب العجين، حيت كتبدا تجمع يعني كتسرحوا كتجمع. صافي كتبداو تلويو حتى لداك الاخر ديالو وصافي كتخشيوه في الجناب. فالا كنصوت شويه سميتو هكايا اليوم حاسه براسي انني مريضه هكايا حيت مع وقيله ضربني البرد وصافي ضرني حلقي شويه. المهم اعذروني في هذا الفيديو صافي. المهم هنايا كنبدا في الثانيه حتى هي نفس الحاجه يعني. وحاولوا انكم تغطيوهم باش ما يديروش ديك القشره الفوق. صافي هنايا من بعد ما ساليت كل شيء كنهزوا واحد ورق الطبخ هنايا نحاولوا نقطعوه باش نديرو فيها سميتو باش تسهل علينا العمليه ملي نجيو نقرصوا مرويه هكايا بلا ما نبداو نهزو فيها هكايا وتخسر يعني بهذا سميتو دغيا كتهزوها صافي وتلوحوها في المقله دغيا. صافي هنايا كنسرحوا المقله راني شاعله عليها. هانتوما كتشوفوا راه ساهل.
فكيف ما قلت لكم حاولوا انكم تغطوهم بشي ميكا هكايا من الفوق حيت كيديروا ديك القشره. فهاد الاولانيه انا كانت فيها شويه ديك القشره من الفوق حيت مع ما كانتش مغطيه من الجناب فعذبتني شويه ماشي بحال الاخرين اللي كانوا مغطيين. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا راه العمليه واضحه، يعني ملي كيكون عندكم داك ورق الطبخ راه كيسهل عليكم. هانتوما كتشوفوا راه دغيا كتلوحوها هانتوما صافي، وكتبداو الملوي راه الطياب ديالو راه باين كيفاش كيكون. كتبداو تقلبوا 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 تقلبوا، مابقاوش تخلوه يعني تيدير من واحد الجهه عاد نجيو نقلبوا، لا نبقاو نقلبوا كل مره كنقلبوا كل مره كنقلبوا. وحاولوا انكم داك ملي كضربوهم في الجنب ضربوهمش هما في المقله، خليوهم حتى تكملوا كامل الكميه اللي عندكم. عاد ديك الساعه بداو ضربوا فيه هانتوما كيف ما كتشوفوا. فانا هنا كنحاول باش انني نبقى نحركو هنايا بيدي. صافي هنايا من بعد ما ساليت داك الملوي كامل اللي عندي راه قلبت على اللقطه الاخرى ولكن انا ما صورتهاش. ملي ساليت كلشي صافي هنايا من بعد ما فطرنا يعني قديت كلشي. هنايا درت الغدا راه الوصفه ديال الدجاج بالتخميره هكا درتها معكم داك النهار، داكشي علاش ما صورتش مازال اليوم حيت مع كان عندي بزاف ما يدار اليوم فما قدرتش نصور كلشي. صافي هنايا ملي وصلت الربعة حيت اليوم تعطلنا شويه في الغدا. صافي هنايا من بعد ما ساليت هنايا حطينا الغداء تغدينا الحمد لله. فكل واحد كيف ما كنقول لكم نيما كل واحد وخيره في دارو. صافي هنايا نط باش ندير هكايا الحلوه اللي كلشي كيعشقها، يعني حلوه الزمن الجميل كيف ما مسميين عليها ريشبون. صافي هنايا عندي 250 غرام ديال الزبده خاصها تكون النوعيه اللي جيده. هنايا انا راه درت 250 غرام. كندير كاس ديال السنيده، 2 ساشيات ديال الزهر، 2 خمارات، الكاس ديال الزيت العاديه، و4 البيضات. فهانتوما كتشوفوا يعني كلشي يعني باين قدامكم. صافي كتبداو تسرحوا ديك الزبده حيت مع كانت عندي فريغو فنسيت ما حيدتهاش بكري. فهنا كتحاولوا انكم ديك الزبده وديك السنيده تخلطوهم مزيان مزيان وراه ساهله يعني ما فيهاش شي تعقيدات. هذا هي تكملوها. وانا كيف ما قلت لكم راه كتحاولوا ديروا ما امكن الخاطر لهنا ولهنا. الدراري مقابلينك مبرزطينك ما كيخليوكش، لا حتى انا عطيني نخلط معاك، الاخر حتى هو اللي عطيني نخلط معاك. فهنايا البيض حاولوا ما امكن انكم تهرسوا وحده وحده حيت بعض المرات الداخل ديال البيض كيكون فيه داك الدم ولا شي حاجه تحاولوا تحيدوه. صافي تبداو كل وحده تهرسوها في الطبسيل ديك الساعات تكبوهم فوق ديك الزبده والسنيده. فهنايا البيض حاولوا تحيدوه من قبل من الثلاجه وتحطوه هكا باش يبرد باش يسخن حيت معاه كيكون بارد في الثلاجه. صافي هنايا كتحاولوا تخلطوا مزيان مزيان ديك الزبده والسنيده والبيض، ولا عندكم المكسور تقدروا تخلطوا به هذا الشيء، هو كيسهل عليكم المأموريه. فهنايا من بعد ما خلطت كل شيء مزيان مزيان هنايا كبيت الكاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا راه دغيا دغيا. كتبداو تخلطوا داكشي كامل. صافي هنايا كتزيدوا دوك 2 شاصيات ديال الزهر. ديك الساشيه ديال الزهر عارفه انني ما نقدرش نحل بليدي الثانيه اجا ما يحلها واجا ما يكبها، بقيت مدابزه معاها بحرا وما تحلات. ها العكوز تا هما شادين ما حيتي الدراري اللي كانوا مبرسطيني حدايا. ديك الساشيه ديال الزهر ما بغاتش تحل وصافي. المهم كيف ما قلت لكم الخضره لهنا وهنا 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 باش كلشي يدوز بخير وما تعصبوا ما والو. المهم هذه الساشيه الثانيه
فديك الزهر كتعطي ديك الريحه كتكون زوينه. الا عندكم الليمون تقدروا تستعملوا حتى القشور ديال الليمون حتى هما راه كينفعوا. وهنايا راه عندي كيلو ديال الدقيق ولكن ما غنستعملوش كامل، غيبقى ليا فيه واحد تقريب ديال الكاس، ولكن على حساب ما تقولوش ان انا ابقى ليا كاس ديال الدقيق، يعني حتى نتوما يقدر، حيت على حساب الدقيق بعض المرات الفرص كاين اللي كيشرب كاين اللي لا، فكل مره وفرص كي داير، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشرب. صافي هنايا كديروا 2 ساشيات ديال الخماره من فئه 8 غرام، كتزيدوهم وصافي كتخلطوا العجينه ديالكم، كتبداو تزيدوا الدقيق شويه بشويه. كيف ما قلت لكم ما تكبوش داك كيلو ديال الدقيق دقه واحده، حيت راه بعض المرات كاين الدقيق اللي كيشرب بزاف وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، يعني يقدر يشاط لكم اكثر مني، يقدر ما يشط لكم والو. فعلى حسب النوعيه ديال الدقيق هانتوما كتشوفوا راه ما قطعتش معكم الفيديو غير على حسب باش نوريكم. يعني راه بقيت كنكب يعني الدقيق شويه بشويه شويه بشويه باش هكايا تتجمع ليا العجين، وراه ساهله معنا، حاولوا غير معاها يعني هوك يعني حتى تجمع ليكم. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجين كلها هانتوما كتشوفوا راه كتكون واحد العجينه اللي لينه بزاف، وهانتوما كيف ما كتشوفوا راه شاط ليا الكاس ديال الدقيق اللي شاط ليا. صافي هنايا من بعد شعلت الفران على 180 درجه، كنبدا ندير فيهم كويرات صغار. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه ساهله وواضحه يعني العمليه راه كلشي باين قدامكم. صافي كديروهم صغار، حاولوا ما امكن انكم ما ديروهمش كبار، حيت الا درتوهم كبار وعمرتوا الطاوه غيلصقوا لكم، حيت كيتنفخوا في الفران، حيت مع ديك 2 ساشيات ديال الخميره فراه كيتنفخوا، يعني راه ماشي ما غيشدوش لكم البلاصه، راه كيشدوا البلاصه بزاف. وحاولوا تبعدوهم على بعضياتهم، وراه ساهله يعني ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. هانتوما كتشوفوا راه العمليه واضحه قدامكم. صافي هنايا من بعد ما ساليت الكميه كلها، يعني كطيبوا كلشي داكشي اللي عندكم، كديروا هنا الكونفيتير اللي خاص بهاد الحلوه هذه. يعني حاولوا ما ديروش ديال الماكله، حيت كاين اللي كيدير ديال الماكله، حاولوا انكم ديروا ديال الحلوه، هذا راه كيكون جاري. وكديروا الكاس ديال الماء ديال الزهر وكديروهم حتى كيغلاو مزيان. صافي كتهزوا ديك الحلوه ديالكم ديال الريشبون، كتلوحوها هنايا في يعني فهاد كوفيتير والزهر. وصافي كتبداو تلصقوا كل جوج كتلصقوهم، او لا الا بغيتو كديروا غير وحده وحده، لان راه كيف ما قلت لكم راه كلشي واضح وباين قدامكم. وصافي هنايا كانت خالتي هي كدوزهم في كونفيتير كيف ما كتشوفوا، وانا بقيت كنلصقهم وحده وحده باش هكايا دغيا غنساليو بكري، يعني ماشي بحال الا. وصافي وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، فنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وتشاركوني في التعليق ديالكم الزوينه ولي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه، خليتكم على خير.